السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. انا عايزه اقولك برضو اللي مشتركش معايا في القناة يشترك معايا وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد وتحطوا لايكاتكم الحلوة الجميلة. النهاردة بقى الغدا بتاعي مكون من ايه؟ سهل وبسيط. هعمل معاكم اللي هي الكشر المصري وجنبه فراخ اللي هي الفراخ بالمرتة. طبعا انتوا عارفين الفراخ المنتة بتتعمل ازاي، كنت عملتها لكم في فيديو قبل كده. وادي ايه؟ ادي الفراخ بتاعتي طبعا مقطعه بطاطس من تحت وجزر، ومسكت الفراخ رصتها كده بالشكل ده، وهسيبها بقى على النار هاديه لما تستوي. بعد كده هدخلها الفرن وبسلق معاكم ايه اللي هو العدس بجبه زي ما انت شايفه بالشكل ده كده اهو. بعد ما بيتسلق بقى بغسله، بمسكه اصفيه واغسله بقى. ومعايا برضو بسلق معايا اللي هو الحمص الشام ما شاء الله. ومعايا برضو ايه اللي هي الصلصة بتاعتي، طبعا انا مسبكاها بالبصل. ومعايا برضو اللي هو عامل جنبه ايه اللي هو الرز الابيض. طبعا انا امبارح كنت عامله رز بشعريه، بس ايه حبيت ان انا اغير النهارده الرز ابيض. عايز تعملي جنبه رز بشعريه تعملي، عايز تعملي رز ابيض تعملي عادي. مسكت برضو الحله بتاعتي كده، كنت بغسل برضو الرز وببقى نقعاه. مسكت الحله بتاعتي، جبت فيها معلقه زيت ومعلقه سمنه حلوه كده، ومسكت ايه لوحتهم بالزيت وبالسمنه. وطبعا ببقى غاليه الميه بتاعه الرز عشان ما يطلعش معاكي حصر، لازم تغلوا له الميه. وادي معايا برضو ايه، ادي كده خلاص الصلصه بتاعتي اتسبكت زي ما انت شايفه كده. وادي برضو الفراخ بتاعتي اهي خلاص استوت، هدخلها بس الفرن تتحمر. وادي الحمص بتاعي ادي خلاص استوى اهوت. شايفين؟ ادي ما شاء الله الحبايه بتاعتي استوت اهي وبقت حلوه وجميله ما شاء الله. وادي برضو العدس بتاعي اهوت استوى وغسلته وصفيته. وادي الشكل بتاعي ما شاء الله بألف هنا وشفا يا رب على اللي ياكل. وادي ايه المكرونه بتاعتي، طبعا سلقتها وبعد كده انا معايا اللي هو البصل بتاعي وقطعته طرنشات ناعمه، وبحب ان انا ايه احمره واحطه على وش ايه وش الطبق كده. ادي خلاص ادي الاكل بتاعي خلاص استوى اهوت. واديني مسكت الطبق الحلو بتاعي دوت، وبحط الرز الاول تحت وبعد كده المكرونه ما شاء الله. صلوا على النبي يا حبايب قلبي في الكومنتات. ما شاء الله. وادي المكرونه بتاعتي سهله وبسيطه. ادي المكرونه اهيت وبحطها ايه على الرز زي ما انت شايفه بالشكل دوت كده. مكونات سهله وبسيطه ما شاء الله. ادي كده ايه الطبق بتاعي. دي الطبق بقى بتاعت ايه الكبار. لو انت عندك بقى عيال صغيره بتجيب اللي هي الطبق مش كبيره قوي زي ديت، وبتحط لهم عشان ايه ما يتبقاش منهم وكده، عشان انت كده بتحط الصلصه فوق الطبق وكده. وادي ايه العدس بتاعي اه بحطه كده على وش الطبق. وبعد ما احط العدس بجيب الصلصه بتاعتي وايه واحطها على وش الطبق برضو. وبعد كده ايه الحمص الشام بتاعي ما شاء الله. ادي الصلصه اهيت بجيبها واحطها على الطبق بتاعي بالشكل دوت كده. وعايزه اقولك اللي سمك الصلصه ولا تخين ولا خفيف، بالذات بتاعه الكشري المصري ما شاء الله اهو. وادي بقى الحمص بتاعي بجيبه ايه ازوق بيه الطبق بتاعي كده اه. وبعد كده بقى بجيب البصل بتاعي ايه وازوق بيه بالطبق في الاخر كده ما شاء الله. وادي كده بقى الشكل النهائي بتاع الاكل. ادي الفراخ، وادي بجيب برضو بولتين صلصة وعبهم صلصة اللي عايز ايه يحط كده. وادي وادي المرتة بتاعتي في طبق